التموين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حالة سرقة التيار الكهربي بيتم خصم الدعم التمويني من المواطن، وبيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يثبت عليه سرقة التيار الكهربي. ومن بين هذه الإجراءات حرمان الشخص من الحصول على السلع المدعمة التي تقدمها الدولة للمواطن، وقد يتم تحويل الأمر إلى القضاء، مما يعرض المخالف لعقوبات جنائية. فرض غرامة مالية، قد تصل قيمة هذه الغرامة إلى مبلغ كبير، تختلف باختلاف كمية الكهرباء المسروقة ومدى تكرار هذه المخالفة. لذلك يجب على الجميع الالتزام بلوائح وقوانين شركة الكهرباء. يعاقب عامل كهرباء المنازل في حالة توصيل الكهرباء مباشرة من الشبكة الرئيسية لشركة الكهرباء أو من خارج عداد المواطن. سيتم رفع عنه التموين وعدم السفر خارج البلاد. لوجود اسمه في سيستم عقوبات جنائية. حتى لو كهرباء المنازل ماشي في الشارع وفي لجنة وقفته وخدوا منه البطاقة، هيخش على رقم البطاقة هيلاقوا اسمه في سيستم الكمبيوتر، هيمسكوه يوقفوه. يجب على المواطن الذي يشتبه في وجود سرقة تيار كهربي يتصل على 121. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.